القرار شغل صنايعية بجد يعني. الحمد لله احنا لما خدنا هذا القرار خدناه يعني عن بصيرة وعن فهم للدستور والقانون. يعني مش في الحقيقة يعني مش خليني بس اقول لك مش غرور، لا يعني احنا بنحترم الدستور وبنحترم القانون وبنتصرف في هذا الإطار. وأيضا لدينا رؤية لتفكيك بنية التطرف في الجامعة ومواجهة هذا الأمر وإصلاح عملية تعليمية. معي أيضا مجلس جامعة يعني في الحقيقة على مستوى عالي جدا من الخبرة. أنا بشكره وبشكر كل الذين أيدوا هذا القرار ووقفوا جنبنا مجتمعيا في الإعلام وفي الصحافة. اللي أنا عايز أقول لك عليه في الحقيقة إن هذا الحكم هو حكم تاريخي. أسباب التي استند إليها التوسع في شرح المسألة وإرساء مبادئ قانونية جديدة سوف تكون في الحقيقة يعني محل اعتبار في الفقه الدستوري والفقه القانوني لسنوات المقبلة. طب بعد اذنك يا دكتور خليني اقرا بس انه ان اللي هو يعني ما ذكرته المحكمة. قالت المحكمة في حيثياتها ان قيام بعض عضوات هيئات التدريس بارتداء النقاب خلال المحاضرات يخالف ما نصت عليه المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات لعدم تحقق شرط التواصل المباشر. وقالت رغم ان القانون لم يحدد زيا بعينه الا ان الزي الواجب على اعضاء هيئة التدريس ارتداؤه يتحدد في ظل اعتبارين مرجعهما طبعا المادة 96: 1 التمسك بالتقاليد الجامعية واحترامها، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات. ثانيا التزامه بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يوجب عليه ألا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات، وأن يرتدي زيا من شأنه منعهم عن رؤيته بشكل مباشر. يعني فعلا ده يعني ده طبعا هذا حكم تاريخي سوف يؤصل فيه. اولا انت تعلمي ان هناك احكام صدرت قبل ذلك في هذا الاطار وتضاربت. النهارده ميزه هذا الحكم انه يصدر في ظل دستور 2014 انه يصدر ويعيد الاعتبار لعملية تعليمية لابد أن يكون هناك تواصل. النهاردة كمان هذا الحكم أكد في موضع آخر غير اللي انت قرأتيه أن الجامعة هي مكان للعلم وأنها